مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على ظاهرة الاحتباس الحراري. بداية لنتعرف سوية ما هو الاحتباس الحراري وما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه. مستمعينا الأعزاء، إن الاحتباس الحراري هو ارتفاع النسب الحرارية في الكرة الأرضية، وقد ازدادت هذه المعدلات الحرارية بصورة سريعة وبدأت في الارتفاع منذ بداية حقبة الثورة الصناعية، والتي بدورها عملت على زيادة التقلبات المناخية والبيئية في يومنا هذا. ولفهم الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذا الارتفاع الحراري، يجب أن نعرف أكثر العالم الذي نعيش فيه، والذي يتكون من غازات متعددة مثل النيتروجين والأكسجين وثنائي أكسيد الكربون، بالإضافة إلى بخار الماء الذي لديه تأثير قوي وخطير جدا على حرارة الغلاف الجوي للكرة الأرضية. وتقوم بعض تلك الغازات بامتصاص الحرارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان لتعمل على تخفيض كم الحرارة، وبالتالي يبعث بالحرارة إلى خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية. مستمعين الأعزاء، عندما يمتص الغلاف الجوي الطاقة الحرارية، ترتفع درجة حرارة البحار والمحيطات وسطح الكرة الأرضية بشكل عام، وتسمى هذه العملية بفاعلية البيوت الخضراء، التي من غيرها يصبح متوسط حرارة الغلاف الجوي للكرة الأرضية أقل ب30 درجة مئوية، مما يجعل الحياة غير ممكنة على الأرض. فإن امتصاص الغازات الموجودة في الغلاف الجوي يؤدي إلى ارتفاع في المعدلات الحرارية، وإن تزايد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وتراكمها في كوكب الزهرة مثلا أدى إلى ارتفاع في الحرارة لا يمكن العيش في وسطها لأي من الكائنات. مستمعين الأعزاء، لقد أكد الكثير من العلماء عالميا أن ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الناتجة عن الإنسان رافقه ارتفاع كبير جدا في معدلات الاحتباس الحراري. وفي عام 2002 كان المعدل الحراري العالمي ثاني أعلى معدل بعد عام 1998، حيث سجل معدل الاحترار العالمي ارتفاعا يعادل نصف درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية. وأظهرت الأبحاث والتفسيرات العلمية للتغيرات المناخية في السنين الماضية بأن مثل هذا التزايد السريع جدا في معدلات الحرارة العالمية غير طبيعي على الإطلاق. ويتوقع العلماء أن المعدلات الحرارية للكرة الأرضية سوف ترتفع خلال هذا القرن بشكل لم يسبق حدوثه خلال 10,000 سنة الماضية. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية الزاوية البيئية لهذا اليوم. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.